إذن جمعية الشارقة الخيرية تتسابق هي ومثيلاتها في دولة الإمارات على طرح المبادرات الإنسانية المتجددة خاصة خلال الشهر الفضيل. في تقريرنا التالي نسلط الضوء على أبرز مشاريع الجمعية والهلال الأحمر. مع بداية الشهر الفضيل يتسابق الجميع على طرق أبواب الخير ومنها التبرع والزكاة، وهنا يأتي دور الجمعيات الخيرية التي تعد حلقة وصل مناسبة بين فاعلي الخير والفئات المعوزة، ومنها جمعية الشارقة الخيرية التي تفتح الباب على مصراعيه لمن يرغب بالمشاركة في أعمالها الخيرية الرئيسية الخمس في شهر رمضان، وعلى رأسها مشروع إفطار صائم، حيث خصصت الجمعية 21 ألف وجبة إفطار يوميا، سرعان ما ارتفعت بتبرعات المحسنين ل 22 ألف وجبة، بالإضافة لما يقرب من ربع مليون وجبة توزع خارج الدولة. مشهد الارتفاع طال كذلك مشاريع الجمعية الأخرى كالمير الرمضاني وكسوة العيد. المشاريع الجديدة التي أطلقناها مشروع وقف الخير، وهو عبارة عن مسجد في منطقة الصجعة في الشارقة، يتألف من مسجد كبير يتسع ل4000 مصلي نظرا للإقبال الكبير من العمال في تلك المنطقة وقلة عدد المساجد. ويتبع هذا المسجد أيضا وقف مكون من 27 شقة سكنية. وعلى ذات النهج تسير هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حيث تفتح أبوابها أمام المحسنين لدعم مبادراتها الجديدة التي تصاحب خيم إفطار صائم. عندنا برنامج جديد السنة عملناه، فطوركم عندنا. يعني نقوم نحن بزيارة بعض العوائل الموجودة العفيفة اللي يعني هذا، فنقوم بعمل لهم فطور في حرارات وهذا، ونقدم لهم هذا الفطور زايد مواد غذائية لهم يعني. وهذه السنة بدينا فيها وإن شاء الله يعني نشوف النور، وبدينا بادين في هذا. كما تقدم هيئة الهلال الأحمر بجانب مبادراتها مركزا طبيا دائما يمكن للمحسنين دعمه، خاصة وأن المركز بات يدعم جميع الحالات العلاجية ليشكل بهذا تكاملا في مشهد التكافل الاجتماعي.